السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كويسين. النهاردة وداعا للحشر. أنا النهاردة أعرفك طريقة بحيث موضوع الحشر لو عندك مكنة في البيت أو في المكتب أو في أي مكان وبتحشر كتير. أنا أعرفك دلوقتي طريقة بحيث إن أنت تلغي موضوع الحشر ده تماما، بس عايزك تركز معايا في الفيديو دوت كويس وتصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو. وتعالى بقى أوريك تعمل إيه بالظبط. أولا إحنا عندنا هنا ده الدور، تمام. أنت لو نقلنا كده بصينا تحت هنلاقي حاجه هنا اسمها طقم بكر. طقم البكر دوت انت لازم تمسحه بحاجه كويسه جدا لو مش هتغيره، يعني ده الحل ايه الاوسط بحيث ان احنا نخلي المكنه تشتغل كويس، لان البكر ده بيتغير كل فتره. فتمام، احنا دلوقتي مش هنغير البكر، فعايزين يعني ايه نظبط الدنيا بحيث ان المكنه تشتغل كويس. فانت هتجيب كهنه مبلوله، حته خرقه كده تكون مبلوله بليلها كويس وتكون عصيرها، وهتبدا تمسح البكر بالشكل دوت، اللي هو تديله مسحه وتلف البكر وتديله مسحة تانية كده، تفضل تمسح فيه وتلفه بحيث ان على تحس ان اي بودرة تكون موجودة عليه تتمسح. تمام. بعد كده تبدأ تركب الدور. هتلاقي هنا بقرة برضك هتديها مسحة كده. دي البقرة اللي بتحجز الورق، يعني ساعات بيبقى في أجهزة من ديت بسبب البقر ديت بتاخد بالورقتين وبالتلاتة، فدي برضو بنمسحها كويس كده. تمام. وبنفتح هنا الباي بوس، هتمد ايدك كده تحت في النص هتلاقي هنا في بقرة هتحس بيها، بس انت عشان بس الاضاءة عندي ضعيفة هتمسح البقرة برضو بالكهنة. تمام. وبعد كده هيبقى عندك الفيدر لو بيسحب، عشان يسحب معاك كويس الورق فلازم تنضفه برضك هو كمان. هو في بقرتين، بقرة هنا وبقرة هنا واللبادة، فانت برضو بالكهنة المبلولة تبدأ ان انت تمسح البقر ده كويس جدا كده بحيث لو عليه اي تراب او عليه اي بودرة تتمسح معاك. وهتمسح اللبادة دي كويس جدا. تمام. هو كده المفروض ان انت مسحت طقم البكر اللي موجود في الجهاز كله، والجهاز المفروض ان هو كده هيشتغل معاك باذن الله طبيعي جدا، وهيبقى الحشر قليل جدا. دي قناه اكاديميه اسكندريه، وان شاء الله عايزك تتابع كل جديد. بس قبل اي حاجه عايزك تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وعايزك تتابعني بجد لان عايز اساعدك في اي حاجه. ولو عندك عطل في مكنه كيو سيرا زيروكس ريكو شارب ايا كان نوع المكنه، ابعت لي مثلا في التعليقات، قول لي مثلا عندي مشكله كود كذا او عطل كذا، وانا ان شاء الله هساعدك. واي حاجه انت محتاجها انا تحت امرك. السلام عليكم.